الصيام زكاة للبدن، اولا يذوب الحرام، ثانيا يخليك تشعر بآلام الآخرين، ثالثا يسمو بك عن مستوى الحيوان، رابعا يولد عندك لون من الروحية، خصوص وقت الإفطار إذا اتجهت إلى الله عز وجل وقلت له اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، ما في شك أن هاللحظات الروحية هذه تسمو تعرج بالإنسان عن هالمستوى العادي إلى هذا المستوى العالي. فالصيام زكاة البدن، البدن بطاقات وهالطاقات زكاتها ياهو الصيام. الصيام راح يستثمرها كلها، يستثمر عندك الطاقة الروحية، يستثمر عندك الطاقة الأخلاقية، يستثمر عندك الطاقات الخلقية الأخرى.